السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى بانكم في افضل الاحوال يا رب. اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه اللي هي التبريمه المغربيه او تبريمه الحمام، كذلك كاين اللي كيقول لها الدلكه المغربيه. والفوائد ديالها فهي كتصفي وكتنقي الجسد، كتعطي نتائج فوريه في التبييض، وكذلك كتعمل على إزالة الخلايا الميتة من بشرة الجلد، وكتخلي الجلد لين، وكتعطي واحد النضارة طبيعية للبشرة، زائد أنها كتساهم في توحيد المناطق السوداء في الجسم. نبداو على بركة الله. أنا أول حاجة فأنا درت معلقة كبيرة ديال السدر، وزدت عليه معلقة كبيرة ديال الحنة. السدر الخصائص ديالو زوينين بزاف، فهو كيعمل على إزالة الطاقة السلبية من الجسم، فهو مفيد بزاف. هنا ضفت عليهم معلقة كبيرة ديال القهوة. كتعرفوا كذلك فوائد القهوة، فهي كتساعد على إزالة الجلد الميت. وهنا ضفت دقيق الأرز، وغنزيد عليه معلقة كبيرة ديال الكركم. هاد العناصر غادي نخلطها حتى تجانس، ومن بعد غنزيد عليهم النيلة الزرقاء. عفوا كما كتشوفوا فانا درت شويه ديال الفوضى، ولكن معليش. هنايا غادي نخلط هادوك العناصر ديالي حتى تجانس ليا، وغادي نزيد عليهم المقادير اللي بقاو. غنضيف عليهم الصابون البلدي. للاسف هنايا كنبقى عندي غير شويه ديال الصابون البلدي. الا قدرتوا، هاد الصابون البلدي عندي انا ديال ارغان، ماشي صابون البلدي العادي، هذا اللي درت صابون البلدي ديال الارغان. الا بغيتوا تكثروا الصابون البلدي غير كثروه، راه مزيان. وفي الاخير فانا ضفت عليه الماء اللي هو مغلي شويه، وكنتمنى ان الوصفه ديالي تكون نال الاعجاب ديالكم.